مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم من جديد. الحقيقه من ساعه ما التقينا المره اللي فاتت بجوي عياد والكثير من الاتصالات، اولا كانت هذه الحلقه رغم انها كانت في يوم يعني شاف البعض ان هو ما خدتش حقها فيه من المشاهده، بس الحقيقه اليوتيوب عوض، كان منتشر لغايه دلوقتي من اكثر الفقرات اللي عملناها في البلد اليوم انتشارا على اليوتيوب. الحقيقة جوي قالت حاجات كتير جدا صح وقتها. قالت سمت مرسي بأخنس مصر، قالت ان هيحصل فيه امراض في السعودية، قالت ان حكم الاخوان هيزول مع رمضان ان لم يكن قبل رمضان، وقالت ان في خطر على الصحراء الغربية. ده اللي انا فاكرها الحقيقة من اللقاء اللي فات. احنا طبعا عايزين ننط، يعني مش عايزين اللي فات. ازيك يا جوي الاول؟ اهلا بحضرتك. ونروح للي جاي يعني على طول كده. سوريا. انا عايزه اقول يعني الجمله اكيد هتزعلك، معلش بس لازم نقولها. كذب المنجمون ولو صدقوا. هي طبعا مش منجمه، هي ليها طرقها في معرفه الامور. اولا ده علمي مش تنجيم بالظبط. انا بقولها لك عشان تبتدي انت تقولي اللي انت عايزاه. اولا ده علمي مش تنجيم وعن دراسه. وكتاب الجفر هو كتاب معروف انه الامام علي بتستخدمه وكاله ناسا الامريكيه، بتاخد من العلوم، وحاخامات اسرائيل بيستخدموه. فمن حقنا احنا اقل شيء نورثه عن اجدادنا، فهو العلم. أيوة. فهذا علم حقيقي ما فيهوش ادعاء يعني، ولا في دجل ولا شعوذه. ولو كان في شيء من عند ربنا فبيبقى شيء نوراني. وفي شيء يعني في اختلاف ما بين الاشياء النورانيه والناس اللي راكبهم عفاريت. النورانيه من عند ربنا والعفاريت من الارض. طبعا. ننتقل، يعني أوضحنا هذه النقطة وعشان خاطر الوقت. أنا الحقيقة مهتمة بما يحدث في العالم العربي بشكل كبير جدا. هنرجع لمصر طبعا واللي هيحصل في مصر، بس بما أن الحدث الأكبر أو الجلل دلوقتي هو سوريا، رأيك في سوريا أو ما الذي سوف يحدث؟ أحب أطمن الشعب السوري إن هو فعلا في ضربة، ولكن مش زي ما الكل متوقعها. هي لا تكون إلا ضربة لها صدى إعلامي. بمعنى ان مش هتتعدى ايام على الصوابع، ايام معدوده. وبمعنى كمان ان الضحايا مش هتبقى كتير. ونتيجه هذه الضربه ناس من الجيش الحر هينضموا لجيش بشار الاسد. يعني هيتوبوا زي ما بيتقال. هيتوبوا ما عدا منهم المرتزقه، لان في ناس فيهم مغيبه. فالمغيبين هيفوقوا للوعي، لان طبعا الكل يشهد ويعلم ان خيانه لسوريا. ففي الاخر دكتور بشار الاسد هيقدر عليهم، وكمان مش هيمشي غير بمزاجه. محدش هيضغط عليه ان هو يمشي. فربنا يعينهم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. يعني بشار مستمر هذه الفتره عادي، ولن تؤثر على حكم بشار الاسد. مش هيمشي غير بمزاجه. طيب الأردن هيبقى فيها ليها خطر على سوريا الأردن. وكمان هي بتفكر لأكتر من بلد في خطر، وممكن مصر كمان تكون بتفكر في خطر لمصر، وهيبقى فيها ثورات وهيبقى فيها دم الفترة القادمة. الأردن. طيب السعودية انا قلت من قبل يحصل فيضان فبحب انوه او انصح اخواتنا. وانت قلتي كمان ان في كم مرض، واللي هو اللي انتشر في الفتره اللي فاتت دي كان زي فيروس كده ما كانش معروف. ايوه. فبنصح اخواتنا في السعوديه او الحكومه السعوديه ان تاخد الحذر الفتره الجايه في موسم الحج، لان يوجد من يستعد لاثاره البلبله والهرج والمرج والدماء في الحج. فانا بحذرهم، وحذرهم كمان من فيضانات قادمه تاني قبل سنه 2013 وفي بدايه 2014 هتبقى في كوارث مناخيه كتير في السعوديه، فبعطيهم الحذر. تركيا ستشهد أردوغان يعني من أعماله السوداء سلط عليه، وكمان أبدا مش هياخد فقرة تانية، وهيحصل عنده ثورات وشعب هيثور وفضايح، وهيمنع تمويل الجيش الحر، لأنه هيتلهي في المصايب اللي هتحصل في أمريكا وفي أوروبا. هو هتحصل مصايب في أمريكا؟ أمريكا هيحصل فيها فيضانات عارمة، هتختفي ولايات،
وفي ولايات هتطلب انها تستقل، وفي زلزال. ايه ده، هيبقى عندهم ثورات في حلوة ولايات قوي. طبعا. نفسي الربيع الامريكي اشوفه اشوف الربيع الامريكي ده. هيحصل في ولايه، ويحصل اماكن 3/4 امريكا هتختفي، ناس كتير هيموتوا. بنصح المصريين واخواننا العرب اللي في امريكا يرجعوا بلادنا العربيه، لان امريكا هتنتهي وهتنهار اقتصاديا، مش هيبقى في حاجه اسمها امريكا. ده في خلال قد ايه ان شاء الله الفترات القادمه؟ قبل سنه ما تنتهي سنه 2013 هتكون مستويه، وعلى ان شاء الله بدايه 2014 على اكل مستويه وعلى طبيخ. اوباما لن يكمل فترته، احتمال مقتله وينجو بأعجوبة او ينقتل او تحصل له اي مصيبه. يعني أوباما مش هيكمل. لا 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 مش هيكمل. طيب قطر انا قلت من قبل تغيير جذري في قطر، وبكررها، هيحصل تاني تغيير جذري لتميم من فضايح الشيخة موزة. يعني مش هيبقوا من ولاد من الناس ديت، هيبقوا من الحرس القديم اللي هو الجد خليفة. هيبقوا هم اللي هيمسكوا الحكم، لان ده ملحقش تميم، مش هيتم، مش لم ولن يتم، مش هيتم. يعني بسرعة هيجي حد ينقلب عليه. هيحصل فضايح بسبب موزة. طيب اليمن هتقوم فيها ثورات ومجازر عارمة الفترة الجاية برضو؟ تاني لن تستقر اليمن. ليبيا هتقوم فيها ثورات تاني ثورات، بس مطالبة للحق. يعني الناس اللي هم أصحاب الثورة الحقيقية، مش اللي هم زي تونس. برضو تونس أحرار الثورة اللي هم مش الإخوان اللي سرقوا الثورة زي ما حصل عندنا، هيرجع ليهم وهيبقى الحكم منهم، أحرار تونس. يعني يطمنوا، هيبقى حكم وانتخابات جديدة. طيب إيران في ضربة عسكرية موجهة ليها. هتهزها جامد من أمريكا، ممكن من أمريكا ومن إسرائيل. إيه ده؟ هتهزها جامد الفترة القادمة. وإيران هتحاول، هي بتحاول حاليا في العراق، هي من يصنع المفجرات أو التفجيرات في العراق باتفاق مع، يعني إيران هي المتسببة فيما يحدث في العراق. الإحداث. ناس تقول إزاي مثلا وفي شيعة وفي سنة، أقول هي ممكن أو مش ممكن، هو أكيد إن هي بتلهي الشعب بتاعها، اللي هو عشان ما يفوقوش هم يعملوا ثورة عليها، فبتلهي في العراق. دي رقم واحد. رقم اتنين، عشان تقول شوفوا البلد اللي جنبنا، هي ده هيبقى مصيركم لو حصل. المالكي لو اتقتل هيبقى من المقربين إليه أصحاب الجلاليب البيضاء، هو عارفهم، مش من أعدائه، من المقربين إليه. يعني أنت بتتوقعي إنه لو قتل المالكي سوف يتسبب في قتله؟ الخيانة هتبقى الخيانة هتكون من أصحاب. وأنا بنصحه يعني نصيحة، إن هو ما يطلبش مدة تاني ونشال من الحكم، لأن في برضو هتحصل فتن عارمة في العراق وثورات عارمة، وربنا معاهم. فلسطين بتوقع أولا حماس هتبات. حكم الحماس هينتهي. في محمود عباس في خطورة على الحكم بتاعه، في فتح. واحتمال محاولة اغتيال لا ينجو منها، لا الله أعلم. وفي ثورات برضه تحصل في فلسطين. طيب هم كلهم قد كده يا حرام، الحته اللي واخدينها هيصوروا فين؟ عشان الشعب عشان حماس. طيب لبنان برضه المصير يعني ايه؟ نفس المصير، هيكون في ثورات في لبنان؟ كل البلاد الآمنة ستثور. كل البلاد الآمنة طب نيجي لمصر بقى، ايه اللي هيحصل في مصر؟ احنا مرحله لازم نعديها بالطول وبالعرض. الناس متخيله ان لما قلت لهم الاخنس هيمشي وفاكرين بالريموت كنترول هيمشي الاخنس هيجي صاحب مصر اللي انا بحكي عليه وهتبقى بلادنا، لا، كل حاجه ليها وقت. وخلينا دلوقتي مع السيسي، هو رجل المرحله القادمه، هو رجل مهيأ من الله، وهو مكتوب بالجفر بالمحارب الرهيب. المحارب وصف بالمحارب الرهيب. هو عنده حصانه الهيه كبيره جدا. السيسي خلق لمهمه هو لم يعرفها الى الان، وانا ما اقدرش اعلن عنها دلوقتي، حمايه ليا وليه.
ولكن مذكور في الجفر طبعا ان هو طبعا كتاب الجفر هو الكتاب الذي وعلى فكرة كتبه الامام علي بن ابي طالب. والرئيس السيسي هو مش في دماغه ان هو يبقى رئيس جمهوريه ومش هيبقى رئيس. انا ما بتكلمش كده عشان اقول المهمه العظيمه ان هو هيبقى رئيس، لا هو مش هيبقى رئيس الجمهوريه، ولكن هو مهمته يمكن اعظم عند ربنا من انه يبقى رئيس جمهوريه. مهمه كبيره جدا. طب مصير مصر ايه بقى الفتره اللي جايه؟ ايه اللي هيحصل في مصر؟ والله من هنا لاخر سنه 2013 هنبقى يعني شويه، كل يوم بيعدي هيبقى اليوم اللي بعديه احسن، لحد ما نيجي على اول 2014 الامور هتزدهر والشعب هيرتاح وهتبقى الامور مستقره جدا. احب انوه عن منطقه القليوبيه، انا نوهت على صفحتي من اكتر من اسبوع وظبطوا اسلحه في منطقه القليوبيه وخصصت بنها لان الخلايا النائمه هناك. انوه الجهات الاستخباراتيه تاخد، لان في ارهاب كتير هناك وفي خلايا نائمه هناك في القليوبيه وبنها بالتحديد، يعني كثفوا جهودهم فيها. طيب وايه تاني؟ قولي لي المرحله اللي جايه ايه؟ قولي مهدي. ايه حكايه؟ انت كنتي قلتي لي المره اللي